يا صباح الخير يا مساء الخير عليكم يا احسن اخوات في الدنيا دي كلها، يا احسن عيلة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين بقى شوية صدور فراخ بتتبيلة جميلة اوي وهتعجبكم. انا مقطعاها طبعا قطع صغيرة. انتوا تقدروا ان انتوا تعملوا تجيبوا الصدر وتقطعوه شرايح، تعملوه شريحتين او 3، مفيش مشكلة. انا عملته شرايح وبعد كده قطعته 2، يعني قسمت شريحة 2. انتوا بقى تقدروا تعملوه براحتكم، مفيش مشكلة. التقطيعة اللي تعجبكم اعملوها. يلا نشوف الطريقة مع بعض. انا هوريكم التقطيعه بتاعتي ياتي في الفراخ عامله ازاي. انتوا براحتكم، قطعوها زي ما انتوا عايزين، بس اهم حاجه ما تخلوهاش سميكه عشان بس تقدر تستوي معاكم بسرعه. معايا هنا طماطميه متقطعه مكعبات، وفلفل اخضر، وبصلايه متقطعه بردك، وفص توم كبير، ونص فلفله سبايسي. هفرم كل دول في الخلاط او في الكبه. هفرمهم الاول، مش هضيف البهارات غير بعد ما افرمهم. خلي بالكوا هتفرموه من غير اي ميه، من غير اي سوائل، لان طبعا معانا طماطميه، فالطماطميه كده كده هتنزل ميه. تمام. طبعا انا فرمتهم. هجيب بقى بوله، هصفي كل السوائل دي، هصفيها واحده واحده. بعد كده بقى هجيب البهارات. انا بحاول ان انا اصفيها بمصفى صغيره خالص علشان خاطر ايه، كل ده شيله. تمام كده اتصفت معانا. هجيب بقى البهارات، معلقه صلصه كبيره، ومعلقه دبس رمان. دبس الرمان في التتبيلة دي أساسي، يعني مش اختياري، لأ أساسي. وهعصر ليمونتين كبار. هنزل بمعلقة فلفل أسود، معلقة صغيرة جنزبير بودر، معلقة بهارات مشكلة، ومعلقة كاري وكركم، وبهارات فراخ. لو مفيش بهارات فراخ مفيش مشكلة. وهنزل بقى بالملح، وربع كوباية لبن، أو كوباية زبادي، المتاح عندكم. هقلب بقى طبعا المكونات دي كلها. بعد كده بقى هتبل الفراخ بتاعتي. انا تبلتها ليله كامله في التلاجة، انتوا تقدروا بقى تتبلوها اقل حاجه ساعتين. هجيب بقى الفراخ بتاعتي بقى واحطها في التتبيله. التتبيله دي جميله بصراحه، واللي الطريقه نفسها حلوه. الطريقه كلها حلوه وجميله، وحاجه خفيفه كده وبسيطه. وزي ما قلت لكم قبل كده، انا عندي ولادي بيحبوا المشاوي ومعاها رز بسمتي، فدايما تلاقوني بعمل رز بسمتي على طول، واعمل بقى معاه فراخ باي طريقه وباي تتبيله. كده بقى خلصتها، غطيها بورق استرتش واحطها بقى في التلاجة ليلة كاملة. بحب ان انا اتبل التتبيلات بتاعتي من قبلها بيوم، بتدي طعم احلى. طبعا بقى هتكون جاهزة معانا. هجيب بقى الجريل على النار. دي تاني يوم بقى جاهزة اهي. كل ما تقعدها في التتبيلة اكتر كل ما تدوكوا طعم احلى. جبت بقى الجريل، هديله كده معلقة زيت، وهمسحه بالفرشة،
وهنزل بقى بالفراخ. هرص بقى الفراخ بتاعتي، وزي ما قلت لكم تقطيعة الفراخ براحتكم انتم، ممكن تخلوها كبيرة شوية مفيش مشكلة. هرص بقى كل الكمية بتاعتي وهحطها على نار متوسطة وهغطيها، اهم حاجة ان انا اغطيها عشان برضو بتستوى كويس، وكل شوية اقلبها من فترة لفترة، اقلبها عشان بس ما تتحرقش معايا. انا كده خلصتها بقى اهوتي، هغطيها بقى واسيبها على نار متوسطة، ما تكونش العالية اوي ولا هادية اوي، واهم حاجة ان انت تبشريها كل شوية تبصوا عليها، عشان طبعا التتبيلة دي ممكن تتلهف معانا بسرعة. هغطيها بقى واسيبها شوية. ده بقى الرز اهو، شايفين اللون بتاعي، شايفين اللون بتاع الرز، ما شاء الله اللهم بارك. قولولي كده تسلم ايدك، قولولي تسلم ايدك يا نسرين. كده انا رجعت بقى للفراخ بتاعتي تاني عشان اقلبها، عشان زي ما قلت لكم التتبيله دي، ميه التتبيله دي ممكن تتلهف معانا بسرعه، فعشان كده على طول دايما ان انا ابص عليها واقلبها. اهم حاجه يا احلى صحاب، ما تنسونيش في اللايك والكومنت الجميل بتاعكم ده. كده بقى خلاص هي نشفت معانا بقى وكده تمام، ما شاء الله استوت اهو، شايفينها. الطريقه سهله وبسيطه وجميله وهتعجبكم، انا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبكم. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والكومنت الحلو منكم ده اللي بيفرح قلبي ده. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي، ومستويه مستويه جدا وجميله. جربوها بقى وهتعجبكم. يا رب اكون دايما خفيفه عليكم بوصفاتي وما اكونش بتقل عليكم، وتقدروا حتى لو هتطلعوا بس بمعلومه بسيطه باي حاجه كده بسيطه وخلاص، لان انا عارفه ان انتوا كلكم بسم الله ما شاء الله عليكم شفات بجد، واحنا كلنا بنستفاد من بعض. واقول لكم بقى باي باي يا احلى عيله في الدنيا، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد.